يا مساء الخيرات على كل اهلاوي واهلاويه. معاكم شريف، ارجو دعمي بشير ولايك وسبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعندك لينك الفيسبوك في اول كومنت. خش اعمل لي فولو وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس ونواجه اعلام الزملكاوي المنحاز. وقبل اي حاجه اتمنى دعمي بلايك علشان ده مهم جدا. خش في الفيديو على طول، نخش في الفيديو. في ظاهرة عجيبة، تحول إعلام الزملكاوي إلى إعلام بيراميدزاوي، زيه بالظبط زي جمهورهم. ما عندوش أي مشكلة ولا عيب إنه يجري ورا أندية القارة، جوه القاره وبره القاره، نادي نادي، علشان يشتروا تيشيرتاتهم واعلامهم ويشتروا التذاكر بتاعه ماتشاتهم ويروحوا الاستاد عشان بس يساندوهم قدام النادي الاهلي. ده بعد طبعا ما فقدوا الامل في ناديهم انه يقدر يرجع ينافس على الدوري بدون ولا مسانده ولا احتواء. دول يا راجل وصل بيهم الحال ان هم مش عاوزين يلعبوا النادي الاهلي، وعايزين يحافظوا على ذكرى ان هم كسبوهم وقت ما كان الاهلي ناقصه 11 لعيب اساسيين من الكبار، وكانوا هيخسروا برضه لولا فضيحه سرقه الكار من العيال الصغيره. ورسمي فهمي نظمي شئت ام ابيت، بيراميدز بقى هو الغريم التقليدي النادي الاهلي، وهو بقى القطب الثاني للكره المصريه، وخد مكان الزمالك ومكانه المعتاد، وان هو يبقى غريم للنادي الاهلي. وكل ده ونادي الزمالك واقف بيتفرج وبيحاول ان هو يبعد عن دايرة الهبوط، بان هو يفضل في منتصف الجدول بعيد عن دايرة الهبوط عنها، عشان ايه؟ الجمهور ما يتقلبش على اكتر من كده. ولكن نادي الزمالك بيتفرج بس، ويا ريته بيتفرج وبس، لا ده كمان بيشجع، وهقول لكم بعدين. بيراميدز عنده الامكانيات اللي كلفته ملايين، اللي خلته يوصل للمرحلة دي، وكان ناقصه حاجتين بس: جمهور واعلام. الجمهور بقى بيجي ب 300 جنيه وجبه، اما بالنسبه للاعلام بقى بيجي بالمبدأ ده: ابجني تجدني. قبل اي حاجه بس كده، لو انت لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك وارجع اتفرج عليها عادي. جمهور الزمالك واعلام الزمالك قاعدين بكل ما اوتوا من قوه ان هم يدعموا بيراميدز في اي حاجه، في كل حاجه والله. ان هو ليه ما يكسبش الدوري يا عم؟ ما يكسب. انتوا ليه جايين على النادي؟ ليه بتحطوا قدامه عقبات؟ ليه؟ انا عندي سؤال لاداره نادي الزمالك نفسها والاعلام نادي الزمالك عامه. انتوا ازاي شايفين ان بيراميدز صديق؟ او ليه شايفين ان بيراميدز عادي ان هو ياخد مكانكم وانتوا تفضلوا بالحاله دي وتدعموه كمان؟ يعني انتوا عاملين زي الطالب البليد اللي اتغش منه، وزميله اللي غش منه جاب درجه عاليه وهو سقط، ومع ذلك بيسقف له ويقول له برافو عليك. انتوا ازاي بالعقليه دي؟ انتوا ازاي عايشين حياتكم كده؟ انتوا ازاي مفيش حد فيكم معترض على المهزله دي؟ يعني انتوا ازاي شايفين ان بيراميدز ده؟ خلي بالكم، بيراميدز النهارده بقى غول. بيراميدز النهارده بقى حاجه صعبه عليكم انتوا كزملكاويه. يعني احنا كنادي اهلي لا هنتعامل معاه. نادي الزمالك النهارده هو اللي بقى بعيد عن الصوره. نادي الاهلي النهارده بينافس. نادي الاهلي النهارده قادر انه يتكلم، وقادر ان هو يلعب كوره كويسه مع بيراميدز، ونقدر ان احنا نحط احتمال كبير للنادي الاهلي انه يكسب. ولكن انت كنادي زمالك وضعك بقى ايه؟ حالتك بقت عامله ازاي؟ بقت بعيد كل البعد عن سواء منافسه ولا عن ترتيبك في الدوري ولا يا راجل، ده انت بعدت عن بطولاتك المعتاده اللي هي البطولات القاريه. انت ما بتاخدهاش في الطبيعي، ولكن يا سيدي بتنول شرف انك شاركت فيه. انت النهارده بعيد عن ده. ازاي انت بقى بتدعم بيراميدز قصاد النادي الاهلي؟ وليه مش شايف ان بيراميدز ده هو منافس ليك وخصم ليك، خد مكانك وانت مش هتعرف تسترد مكانك تاني غير بعد فتره وخلاص؟ النهارده نادي بيراميدز شوف ماشي في الدوري عامل ازاي يا باشا، ماشي بمنتهى التركيز والمكسب. بدأ بقاله فتره انه يعمل حركات مالهاش لازمه وهنتكلم فيها، ولكن انت كنادي زمالك ازاي مش خد بالك حاجه من حاجه زي كده؟ انا مش بمجد في نادي بيراميدز ولا بقول لك نادي بيراميدز جامد، بس انا بتكلم في وضع الزمالك اللي بقى مغزي على مستوى الجمهور وعلى مستوى الاعلام وعلى مستوى الاداره وكل حاجه. انتوا كجمهور كنتوا عندكم دايما كلمه تقولوا سنظل اوفياء. المبدأ ده طلع فيستك. هتبقى اوفياء لمين؟ هتبقوا اوفياء لاي حد بينافس النادي الاهلي غيركم؟ سنظل اوفياء يا باشا، ماشي، كنت بتنافسني وسنظل اوفياء لحد ما يجي اليوم اللي نكسبكم فيه، كنتوا بتقولوا كده. طب النهارده انتوا ما بقيتوش موجودين، ستظل اوفيين لمين؟ لبيراميدز؟ بقيتوا في ظهر بيراميدز؟ يعني ربنا يعينكم على حالكم ويصبركم على ما بلاكم. النهارده نادي بيراميدز عنده بقاله فتره كده
مشتت، بيتكلم في حاجات بعيده عن الكوره. يعني احنا شايفين ان بيراميدز من اول الدوري وهو صاعد بيلعب ماتشاته، بيكسب ماتشاته بعيد عن اي خلافات. يمكن الخلاف الوحيد اللي شفناه لبيراميدز قبل طبعا الهري اللي احنا بنشوفه بقالنا كام يوم ده مشكله الشيبي. دي كانت الحاجه الوحيده اللي شفنا بيراميدز فيها بيتكلم. ولكن احنا بقى يعني اخر 3 او 4 اسابيع بقينا نشوف بيراميدز بقى يطلع بيانات، بقى حاسس بالخطر، بقى مشتت بعيد عن الكوره. وده ان دل على شيء يدل على ان هو حاسس بالخطر اللي بقى قريب منه، ان النادي الاهلي بقى قريب وبقى خايف ان النادي الاهلي زي العاده ياخد الدوري منه. وخلي بالكم وركزوا في اللي انا هقوله ده كويس، نادي بيراميدز السنه دي لو ما خدش الدوري مش هيشوفها تاني. خلاص، فرصه جات له لحد عنده ومش هيشوفها تاني. هيبقى زيه زي الزمالك طول عمره، مركز تاني مركز تالت مركز تاني مركز تالت. طيب ايه هي الحاجات اللي بتحصل بقالها يومين واحنا مش فاهمينها؟ احنا بقينا بنشوف بيانات طالعه من نادي بيراميدز وكلها بدون هدف او حاجه من وجهه نظر انا ليها فايده. يعني هو مثلا كان بيتكلم في ماتش سموحه وطلع بيان واتكلم، وانا كنت شايف ان ده من وجهه نظري لغوشه وتشتيت لحاجات تانية بتحصل، منها ماتش المقاولين اللي هو مش هيتلعب يعني بفضل البيانات اللي طالعه واللي بعدت الناس عنها. المقاولين النهارده يعني بيحاول يهرب من الهبوط، فعنده ماتش زي ماتش بيراميدز ده كنز. ليه؟ لان بيراميدز منهكه، اللعيبه مهلكه. فانت كمقاولين لما تلعب مع بيراميدز وهو في الحاله دي يبقى سهل عليك وعندك فرصه كبيره انك تكسبه، وهو محتاج الفرصه دي. يعني المقاولين محتاج الفرصه دي ان هو يثبت وجوده ويحاول يبعد عن الهبوط. فانت كنادي بيراميدز لغوشت على فكره ان ماتش المقاولين يتلعب تاني، ومش هيتلعب تاني، وده بفضل البيانات. تاني حاجه ان هو غلوش على فكره ان جوميز يتعاقب. ازاي؟ احنا كان المعلن ان جوميز هيتفرض عليه عقوبات او هيتحاسب بعد ماتش سيراميكا اللي فات. ما شفناش ده. شفنا ان بعد ماتش سيراميكا شفنا حوارات كتيره بقى بيراميدز وسموحه والشغلانه دي، وهم بقوا ايه بقى بيبعدونا عن القصص دي. يعني يا باشا خلاص تعالى بقى نشوف المشكله دي لما تتحل، نبقى نشوف مشكله جوميز. بقوا بيبعدونا، والمشكله بتجر مشكله بتجر مشكله. يعني ماتش سموحه اتلعب وخلاص بيراميدز كسب. النهارده بقى تعالى نشوف ماتش الزمالك عملوا فيه ايه. طب ضربه الجزاء صح ولا مش صح؟ طب القصه تعالى بعديها بيومين احنا بنتكلم في فكره التحكيم بين ماتش الاهلي وبيراميدز، عايزين اجانب ومش عايزين اجانب. وبخصوص التحكيم شفنا شفنا ان نادي بيراميدز عايز تحكيم اجنبي لماتشات الاهلي معاه. يعني عايز تحكيم اجنبي من ماتش الاهلي وبيراميدز في الماتشين اللي جايين، وعاوز تحكيم اجنبي للنادي الاهلي نفسه في مواجهاته. ليه؟ عشان يا باشا الشفافيه، احنا ناس نعرف ربنا وما نحبش العك. احنا عايزين حكام اجانب في ماتش الاهلي عشان نضمن ان في منافسه شريفه. طيب هل احنا شفنا لنادي الزمالك حكام دوليين؟ انا مش بكلمك في حكام اجانب، حكام اجانب دي بعيده عن اللي انا هقوله دلوقتي. انا بكلمك في حاجه بسيطه مش محتاجه ان انا اتكلم كتير. هل شفنا حكام دوليين لماتشات الزمالك؟ الحكام الدوليين دول اللي بيتراقب عليهم من مين؟ من الكاف، من الاتحاد، من الحته او من الجهات دي. هل احنا شفنا حكام دوليين في ماتشات الزمالك؟ بنشوف حكام اي كلام ومش بيتشافوا، واللي بيعدي يعدي ومحدش بياخد باله. هل شفنا حكام دوليين ليك انت كبيراميدز في ماتشاتك؟ لا ما شفناش. منين انت بقى عاوز تطلب بحقوقك واحنا كنادي اهلي ما بنطالبش بده؟ وهعاتب النادي الاهلي في دي. انت كنادي اهلي المفروض الفتره دي مش فتره صمت، الفتره دي مش فتره هدوء. نادي زي بيراميدز بياخد كل اللي هو عاوزه بالضغط على الاتحاد والضغط على الرابطه والضغط على كل الجهات، وبياخد اللي هو عاوزه. ليه؟ صوته عالي، بيعرف ياخد اللي هو عاوزه، بيرهب مش اكتر. احنا كنادي اهلي متحضرين. لا يا باشا، ده وقت مش وقته. يعني مش وقت الهدوء الشديد اللي احنا شايفينه من اداره النادي الاهلي ده. يا باشا كل الانديه بتدور على حقوقها، ليه احنا ما ندورش على حقوقنا زينا زي بقيه الناس؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ يا باشا انت عايز حكام اجانب،
انا ما عنديش مشكله ان كانوا حكام اجانب ولا مش حكام اجانب. النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي ما بيفرقش معاها اذا كان حكم اجنبي ولا مش اجنبي، احنا بنلعب بايا تكن الظروف. ولكن انت بتطلب ان يكون في حكام اجانب في مواجهاتي انا الشخصيه اللي هي بعيده عنك. طب تعالى بقى نشوف انت مواجهتك انت فيها مين، وليه ما فيش رقابه عليك انت؟ ليه ما فيش رقابه على الحكام اللي بينزلوا لك انت؟ وليه اصلا فكره ان نادي بيراميدز يضغط على الاتحاد ويضغط على الرابطه ويضغط على الجبل؟ ليه يعني احنا شايفين ان في ضغط رهيب وشديد من بيراميدز على الجهات دي. هل نادي بيراميدز فلوسه حلوه، ولا هل نادي بيراميدز ليه جمهور بيهيج على الجهات دي؟ يعني مثلا كنا بنسمع ان مثلا الجهه تخاف من الجمهور، تخاف من الراي العام، تخاف مثلا من جمهور الاهلي او جمهور الزمالك او ايا تكن، او ايا يكن النادي الجماهيري اللي هيطلع الناس وتتكلم وتقلب السوشيال ميديا عليهم. طب نادي بيراميدز مين اللي واقف في ظهره بالشكل ده؟ مين اللي بيدعمه بالشكل ده؟ فدي حاجة بالنسبة لنا احنا مش مفهومة، ازاي الضغط ده بيمارس على الجهات دي. طيب النقطة التانية واللي فيها برضو غلوشة واللي كنت عايز اكلمكم فيها، اللاعب ابراهيم عادل. احنا شايفين بقالنا فترة ان ان المنتخب الاولمبي خلاص بيشوف لعيبة وعاوز يضم اللعيبة علشان خلاص السفر يوم 10/7 وخلاص كل الامور بترتب يعني. طيب احنا شايفين دلوقتي ان في لاعب اسمه ابراهيم عادل، لاعب مهم ولاعب كويس في بيراميدز. المنتخب الاولمبي عايز يضمه وهو في السن بتاع المنتخب الاولمبي. طيب شوفوا بقى العك اللي بيحصل. نادي بيراميدز عاوز يصفر ابراهيم عادل يوم 12/7 بعد مباراته مع الاهلي، وعاوز يستفيد بيه رغم ان في بعثه هتسافر يوم 10/7. واللي انا سمعته واللي هو بالنسبه لي كارثه واللي اتمنى انه ما يحصلش، عشان لو حصل يبقى في كوارث كتيره جدا بتتبعه، ان الاتحاد بيفكر جديا انه ياجل البعثه ليوم 12. طب هل ده طبيعي؟ يعني هل ده عادي؟ طب احنا دلوقتي كنادي اهلي انت طالب مننا كذا لعيب، وفي مواجهات مهمه جدا، اللعيبه زي كوكا مثلا، زي الدبيس. هل انا اقول لك لا يا باشا انا عايز اللعيبه دي معايا في ماتش بيراميدز؟ ليه نادي بيراميدز بيطلب كل طلباته دي بالاريحيه دي وبتتنفذ الطلبات؟ الموضوع ده لسه ما اتنفذش، بس انا سامع انه هيتنفذ وفي قرار بيدرس دلوقتي بان هم ياجلوا البعثه. يبقى انت بقى قايم نايم وعامل مشكله في المنتخب الاولمبي ان هو عايز يضم اللعيبه دي وكولر مش عايز، والانديه كلها مقلوبه بسبب اللعيبه اللي هتتضم، وانت عاوز تاجل البعثه عادي عشان ابراهيم عادل بيراميدز عايزه يلعب معاه في ماتش الاهلي اللي جاي. طب هل ده يعقل؟ هل انتوا شايفين ده عادي؟ هل انتوا شايفين ده شيء مقبول لينا احنا كجمهور النادي الاهلي؟ السؤال هل النادي الاهلي مآمن للي حواليه؟ هل النادي الاهلي شايف ان ده عادي؟ طب انت كنادي اهلي آمن على مواجهتك انت مع بيراميدز فيما بعد؟ يعني فكرة الحكام دي انت ليه مش مدي الانطباع ان هم مثلا ممكن يلعبوا مع الحكام؟ دول بيلعبوا مع الاتحاد نفسه، مش هيلعبوا مع الحكام. انت مأمن لده ليه؟ وليه انت مش شايف الفكرة ان بقى الزمالك وبيراميدز واحد، وان اعلام الزمالك دلوقتي بقى واقف في ظهر بيراميدز، وان هم خلاص بقوا بيلعبوا لمصالح بعض؟ يا باشا بيراميدز بيغلوش على الدنيا عشان مش عايز جوميز يتعاقب على مشكلته واللي حصلت في الملعب مع المراقب وان هو زقه في صدره والقصه دي. وبرده الزمالك بيغلوش على الدنيا كلها واقف في ظهر نادي بيراميدز ويقول يا جماعه ما ايه المشكله لما بيراميدز تاخد الدوري؟ لا يا باشا، مشكله بيراميدز انه تاخد الدوري مشكله، ومشكله كبيره، مش عشان هو نادي طبيعي وبيلعب في الدوري ومن حقه يكسب وممكن يخسر، مش كده. الفكره ان اللعب غير شريف، ان الدوري دلوقتي ما بقاش في الملعب، الدوري دلوقتي بقى مجالس ادارات، الدوري دلوقتي بقى بره الملعب، الدوري دلوقتي بقى فيه رابطه واتحاد وقصه وكلام رايح وكلام جاي وقيل وقال وبيانات وبتاع. الموضوع ما بقاش لعب كوره في الملعب واحنا بنتكلم فيه، الموضوع بقى اكبر من كده. ففكره ان بيراميدز تاخد الدوري مشكله لمين؟ للنادي الاهلي. ليه؟ لانه يهمني الامر. انا وضعي مش زي وضع نادي الزمالك اللي خلاص بقى بعيد عن المنافسه، ما بقاش همه مين بقى هيكسب مين ما يكسبش، انا كده كده مريح، انا قاعد بتفرج. ده اللي انا بكلمكم فيه، دي فكره
وجود نادي الزمالك ان هو واقف في ظهر اي حد هيلاعب نادي الاهلي، ومش واخد باله ان الكارثه هتقع عليه. شوف بقى انت نادي الزمالك هيرجع امتى؟ لما القيد بقى يترفع والنادي الزمالك تتشال من عليه العقوبات ويجيب سكواد جديد يلعب بيه. عمره ما هيقدر ينافس نادي زي نادي بيراميدز. نادي بيراميدز النهارده معاه لعيبه بتنافس قادرين يشتغلوا ويعملوا، وكل ده خلاص مش هيلعبوا قصاد نادي الزمالك. يعني ممكن مثلا في ماتش بيراميدز والزمالك الجاي عادي طبيعي ممكن جدا نادي الزمالك يفوت الماتش لنادي بيراميدز. هو خلاص هو مش مستفيد حاجه، هو بقى امله دلوقتي وهدفه ان بيراميدز تاخد الدوري ونادي الاهلي يبعد عن الدوري، وتبقى خلاص بقى فرحه ده بيراميدز كسب الدوري. انتوا خلاص للدرجه دي؟ ده انتوا ناس عجيبه جدا. فيعني ربنا يعينكم على حالكم زي ما قلت. وانتوا يعني مش عارف اقول ايه والله، دي وعكه صحيه ولا انتوا خلاص كده جبتوا اخركم خلاص مدى الحياه ولا ايه؟ ولكن هنشوف وهنشوف الايام مخبيه ايه. واتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في ماتش بكره مع الداخليه، واتمنى انه الاهلي يحصد 3 نقاط جديده ويكمل توجهه نحو المركز الاول وفوزه بالدوري. واتمنى تكون الرساله وصلت، وشكرا.